السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عمرو أديب بيستهبل. مظلومية ايه يا ابو مظلومية؟ قبل ما نخش على التفاصيل يا ريت ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات، ورجالة الاهلي وجيش الاهلي يدعمونا باللايك عشان الفيديو ينتشر. بعد مباراة الاهلي والمصري طلع استاذ عمرو يقول هو لازم الاهلي يغلب. هو اول الاهلي لما يتعادل او يخسر الاهلي بيعيش نظرية المؤامرة؟ وايه اللي بيعمله سيد عبد الحفيظ؟ هو نازل يضرب الحكام؟ انت بالطريقة دي بتخلي الحكام كلها تخاف منك. عايزين نرتقي بقى ويبقى عندنا ثقافة تقبل الهزيمة، مش كل شوية مؤامرة. هي اولا يا استاذ عمرو، الكلام اللي انت قلته ده كله صح، بس شيل كلمة الاهلي وحط كلمة الزمالك. ما تخليش زملكاويتك تعميك لدرجة انك انت تعتبر ان لاعب ياخد 20 غرزة في عينه وحكم متواطئ ساحلي موجه تم تعيينه قبل المباراة بساعة، وده لأداء مهمة معينة، ما يروحش يتأكد يشوف اللاعب اللي اتصاب ده اتصاب ليه؟ طب انت عينيك فين في الكرة بتاعت محمد شريف؟ النظر بعافية؟ الفاول والطرد بتاع محمد شريف اللي ما اتحسبش فاول اساسا، وحكم فار اعمى القلب والبصر والبصيرة ما استدعاش حكم الساحة حتى عشان يقول له الكرة ديت فيها طرد مباشر. يبقى لازم في مؤامرة. ولما لاعب يعترض على الحكم اللي هو حمدي فتحي والحكم ينقي لاعب واخد انذارين ويديله التالت عشان ما يلعبش مباراة القمة، اللاعب اللي ملوش دعوة بالمشكلة اساسا، يبقى ايه؟ يبقى في مؤامرة. وبالنسبة لسيد عبد الحفيظ، حتى الحكم المتآمر اللي ما عندوش ضمير ما أدانش سيد عبد الحفيظ في التقرير بتاعه، وقال ان هو اداله كارت اصفر عشان صوته عالي عليه شوية، لكن عالي عليه بكل ادب وبكل احترام، ما تطولش عليه لا جسديا ولا لفظيا. فيا ريت يا ريت انت وزملكاويتك العامية دي تخليك في حالك وتبعد بعيد عن الاهلي، وتخليكم في نصيبكم واحتوائكم سواء من الاتحاد او التحكيم او الوزير او اي مؤسسة في الدولة بتدادي فيكوا عشان تعملوا اي منظر في الدوري. ويا ريت عند اللعيبة دم وعارفة تعمل حاجة مع الاهلي. انتوا حتى الاتنين دوري اللي خدتوهم من الاهلي متروقين من الاهلي، يعني انتوا عارفين ان كنتوا اضعف ما يكون من الاهلي ومع ذلك بيديكوا الدوري. ودي نهاية الحلقة، ويا ريت ما تنساش تدعمني بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.